القائد المسلم اليمني الأندلسي محمد بن عبد الله بن أبي عامر بن عبد الملك المعافري يعود نسبا إلى قبيلة المعافر الكهلانية من أرض اليمن، والتي لا زالت متواجدة إلى الآن، وتحديدا في محافظة تعز اليمنية. قائد لم يعرف الهزيمة قط. دمر المنصور جميع الممالك النصرانية في شمال الأندلس، ووصفت غزواته عليها بأنها كالصاعقة التي لا تبقي ولا تذر. ووصل عدد غزواته طوال 27 عاما أكثر من 54 غزوة، لم يهزم في أي واحدة منها قط. أسطورة لن تتكرر. ورغم فرحة أوروبا بوفاته، إلا أن الحكومة الإسبانية وضعت تمثالا له فوق القمة الجبلية التي توفي عندها، وما تزال هذه القمة تسمى قمة المنصور. كما نصب له تمثال آخر في مسقط رأسه بالجزيرة الخضراء، وعلى قبره وضعت لوحة رخامية نقش عليها: تالله لا يأتي الزمان بمثله أبدا، ولا يحمي الثغور سواه. والبيتين يكتبوها على الرخامة هنا، الرخامة راس واحد نعرفه على الرخامة هنا، يقول: آثاره تنبيك عن أخباره حتى كأنك بالعيان تراه، تالله لا يأتي الزمان بمثله أبدا، ولا يحمي الثغور سواه. حينما مات القائد الحاجب المنصور، فرحت بخبر موته كل أوروبا وبلاد الإفرنج، حتى جاء القائد ألفونسو إلى قبره ونصب عليه خيمة كبيرة وفيها سرير من الذهب، وقال: أما تروني اليوم قد ملكت بلاد المسلمين والعرب، وجلست على قبر أكبر قادتهم؟ نظر إليه أحد الموجودين طويلا وقال: والله لو تنفس صاحب هذا القبر لما ترك فينا واحدا على قيد الحياة ولا استقر بنا قرار. فغضب ألفونسو وقام يسحب سيفه على المتحدث، فقامت زوجة ألفونسو وأمسكت ذراعه قائلة: صدق المتحدث، أيفخر مثلنا بالنوم فوق قبره؟ والله إن هذا ليزيده شرفا، حتى بموته لا نستطيع هزيمته. ها هو التاريخ يسجل انتصارا له وهو ميت، فقبحا بما صنعنا، وهنيئا له النوم تحت عرش الملوك.